السلام عليكم اعزائي المشاهدين، وحلقه جديده من يا ابن اللعيبه. وخساره الاهلي امام سان داونز النهارده 1-0 في مباراه الاهلي اثبت انه كان نازل خايف جدا النهارده من سان داونز، خايف حاطط في دماغه ماتش ال5-2 اللي فات والخمسه اللي فاتت اللي قبلها، وعايز يطلع باقل الخسائر. نتيجه 1-0 قليله الى حد ما، انت بتلعب خارج ارضك وفي نص النهائي والكلام ده كله، بس انت خايف ليه تلعبهم كوره بالشكل ده وخايف تباصي ده؟ يعني ما عنديش اي اعتراض ان انت تلعب كله تحت الكوره وتقفل مساحات، ان دي احسن وانسب طريقه تقدر تلعب بيها سان داونز اللي فريق تقيل جدا في الكوره. بس يعني انت مش عارف تطلع بالكوره من خط الدفاع لخط النص والمهاجمين باربع خمس باصات على بعض، مش عارف كل الباصات ميس باس، مفيش اي ثقه من اللعيبه ان هم يعرفوا يعملوا باص صح. بتتاخر جدا عقبال ما لعيبه سان داونز بتقفل عليك في الباصه. وبعدين احنا شفنا في اول الماتش لما لعبناهم وقدرنا نضغط عليهم ازاي هم ضعفة جدا، خط الدفاع بتاعهم ضعيف جدا وما بيقدرش يطلع بالكوره بسهوله. احنا اللي سيبنا لهم البراح بزياده، ان احنا نزلنا لغايه نص الملعب. يعني كنا ممكن نعمل كده بس نتقدم شويه، بس يعني ناخد تلتين الملعب ما يتعدوهوش، بس انت تسيب لهم نص الملعب بالكامل. ونشوف ويليامز بيطلع كأنه سيرد باك بيعمل زياده عدديه عليك. فالنهارده الصراحه اداء مش حلو خالص من النادي الاهلي ومبالغه في الدفاع، وما يعني وغير اللي انت بالغت في الدفاع انت مش عارف تطلع بالكوره خالص. وده اللي يجيبنا لسؤال، هو ايه كان دور قفشه النهارده؟ ليه لعبت بقفشه؟ ادام انت نزلت بقفشه من اول الماتش يبقى انت عايزه هو اللي يحرك الماتش وياخد الباصات من الدفاع ويطلع بيها لقدام او يعمل حركه في نص الملعب. النهارده بنشوف قفشه على طول رايح ناحيه صلاح محسن كأنه هو مهاجم تاني، ما بينزلش خالص ياخد الكره يستلم ويباصي ويعمل الحركه في نص الملعب. فالنهارده علامه استفهام قوي على نزول قفشه. ادام ده كان هيبقى دوره ما كنا ننزل بقى بنبيل كوكا في نص الملعب، على الاقل كان هيدافع احسن من قفشه وبكور الطويله بيقدر يطلع بيها المهاجمين. بس النهارده الصراحه اداء النهارده قفشه وحش جدا. النهارده الفرقه كلها كانت خارج التركيز، محدش كان مركز خالص، كله حاطط دماغه في الماتش اللي هو مش عايز يطلع بخمسات تاني او بسكور عالي. قاعدين بنقفل باكتر عدد وخلاص، مفيش اي حد عايز يطلع بالكوره، مش عملناش اي شكل هجومي. فالنهارده الصراحه يعني كان اداء كارثي من نص الملعب ومن الهجوم. والنهارده صلاح محسن، النهارده لو ده كان هيبقى دور صلاح محسن، انا شايف ان احنا كنا نحط بيرسي تاو مكانه وننزل حسين الشحات، كان على الاقل هيبقى لينا شكل هجومي اكتر. نيجي بقى للدفاع، والنهارده الدفاع يعني الى حد ما نقول 1-0 قدام سان داونز على ارضه، نتيجه كويسه وكل ده على عيني وعلى راسي. بس النهارده علامه استفهام جدا على منعم والشناوي، وازاي التفاهم ما بينهم ما بقاش موجود كده، ما بيكلموش بعض خالص. كرروا نفس الكره اللي اتكررت في سيمبا، ان منعم كان بيحاول يحجز على المهاجم عشان الشناوي يطلع ياخدها، والشناوي ما كانش عامل في حسابه ان هو يطلع ياخدها. في الاخر شفنا انها كانت ممكن تتسجل هدف علينا بسوء تقدير من الاثنين. فانا الصراحه حاسس ان اللعيبه شايله من بعض، اوضه اللبس الى حد ما شكلها فاكك شويه. يعني بنشوف اخبار اهو كولر مع امام عاشور، وازاي امام عاشور عرف يتكلم مع كولر بطريقه مش كويسه. فانا حاسين كده ان اوضه اللبس عايزه شده شويه. وفينا كسائد عبد الحفيظ كنت بتعرف تلم المواقف دي بسرعه. لحتى الان الصراحه خالد بيبو مش شايفين له دور مؤثر في الفريق. النهارده عبد المنعم النهارده من اسوأ مبارياته، يعني غلط في كام قرار خده وبيطلع لقدام عشان يعمل بالكره بالهيد، وهو مميز جدا في الالعاب الهوائيه. فتعدي من فوقيه، لا المفروض ما تعديش من المدافع، وبالذات عبد المنعم اللي كويس جدا بالهيد، فانها تعدي منه وكانت هتشكل خطوره جدا في الشوط الاول، واللعيب كان ممكن يسجل منها ثواني. فيعني الصراحه النهارده عبد المنعم لازم معاه وقفه. بيحس ان هو بيلعب يا اما مش مركز وخارج التركيز، يا اما بقى بيلعب بغرور كبير جدا. فلازم وقفه كبيره مع عبد المنعم. والشناوي في الهدف الصراحه يعني انا ما شفتش واحد يعني ما شفتش حارس مرمى يا كابتن محمد الشناوي بيبقى بيطير على على الكوره ويروح لامم ايده كده بكوعه ما يفردوش، يعني كان فاكرها طالعه بره وديها دخلت جون. ولولا الجون ده كنا نقدر نبني اكتر على 0-0 في الماتش العوده. بس الصراحه الشناوي هو كمان مش مركز خالص، مش عارف ليه الفرقه كلها مش مركزه. ده هما 6 ماتشات بس يا جماعه هنركز فيهم وهناخد بطوله كبيره وهتاخدوا مكافآت كبيره جدا. فالصراحه النهارده يعني الاداء يعني الى حد ما قلنا كولر نزل صح بتكتيك صح وقافل على سان داونز ومش عارفين يتحركوا، بس بغلطات ساذجه جدا مننا قدرنا نديهم المكسب النهارده. واللي يشيلك بقى اكتر واكتر في كل الدربكه وكل احنا الضغطه اللي كنا فيها دي كلها، لما بتجيلنا كوره جات لنا كورتين 3. في كوره في الدقيقه 65 صلاح محسن ماشي بنص الملعب ورضا سليم فاتح له على الجبهه الشمال حلو جدا في مساحه، يديها له برعونه جدا وبيديها له ورا كمان، مش يديها
يجريه قدام في المساحه. فالصراحه النهارده اداء غريب من صلاح محسن. مش هنلومه عشان النهارده ما جاتلوش كور كتير، والنهارده كان قاعد بيلعب بس في خط النص، ما طلعش لقدام كتير. بس حتى لما تجيلك الكوره لازم تبين انك مركز وانك لعيب كوره تقيل، لازم تلعب الباص صح، ما ينفعش الاستهتار اللي احنا فيه ده. وطاهر محمد طاهر النهارده نزل وعمل شغل شويه في الجناب الشمال، ما اعرفش ليه ما نزلش حسين الشحات بدل رضا سليم. يعني طاهر احنا شفناه الفتره اللي فاتت مش موفق خالص في ماتشاته او في قراراته. شايف ان كان حسين الشحات كان هيبقى افيد لنا كتير في الجبهه الشمال. عرفنا ان كهربا مصاب، وعرفنا ان مودست مش عارف تعتمد عليه في ماتش كامل. دلوقتي كنا ممكن نغير التشكيل، بتنزل بتاو في النص وحسين الشحات على يمينه او رضا سليم والتاني يبقى على الناحيه التانيه. بس النهارده الصراحه غلطه في التشكيل من كولر، ونزول قفشه النهارده من بدايه المباراه. قلنا ده نازل النهارده عايز يمسك كوره ويهاجمهم، لقينا قفشه ملوش اي دور في بناء اللعب، وحاجه غريبه جدا الصراحه. فربنا يستر الماتش الجاي ونقدر نفوز على سان داونز، فريق تقيل جدا ولعيبه كوره عاليه جدا، وبتعرف تستلم وتباصي تحت ضغط، وبتعرف يعني تبني لنفسها مساحات. فالصراحه فرقه تقيله جدا، وفي وسط ان هم فرقه تقيله جدا بس لما بتضغط عليهم بنغلطهم. وحصلت لنا في كورتين او ثلاثه لما ضغطنا عليهم لقيناهم بيغلطوا بسذاجه جدا. فهي الفرقه دي مش متعوده ان حد يعمل عليهم هاي بريس. بس يعني لازم الشغل الشاغل بقى لمارسيل كولر، اللي حاسه الصراحه الفتره دي مش مركز جامد قوي مع الفريق، مش عارف ليه السبب يعني. بس يعني عايزين نركز ازاي هنعرف نضغط عليهم عالي وما نتضربش، ان هم لعيبه بتعرف تضرب التكتلات كويس جدا. فريق تقيل الصراحه. والنهارده الراجل اللي جاب الجون كان هو اخطر واحد. بس والله نقدر نكسبهم يا جماعه في الماتش ده لو لعبنا برجوله ولعبنا بتنظيم اكتر من كده. امام عاشور لازم يبقى موجود في الماتش الجاي، ما ينفعش يبقى عندنا لعيبه في خط النص كلها بتغلط الغلطات دي. ولازم وقفه كبيره جدا مع مروان عطيه وديانج. مروان عطيه بقى خارج الخدمه خالص، باصاته غلط وباصاته بتبقى في حتت حساسه جدا، ما ينفعش تغلط الباصه دي. وادي الجون جه من ميس باس من مروان عطيه وما قدرش يغطي مكانه تاني، والواد شاط بسرعه. والشناوي يعني مش عارف لم ايده ازاي كده، يعني الواحد كان بيقف جون زمان. ما ينفعش انت تلم ايدك كده، كوعك مش هيحصل له حاجه يعني، لما تفرد دراعك كنت جبت الكوره. فالصراحه يعني موضوع غريب جدا النهارده في المباراه، وريت تركيز اكتر من كده وما نخافش، احنا ابطال افريقيا. بص على التيشيرت هتلاقي فيه 10 نجوم، ويعني ما ينفعش الخوف ده من فرقه. نقول فرقه تقيله وكل حاجه، بس ما ينفعش الخوف ده، لازم تجاريهم في الكوره، وانت تقدر انت تجاريهم في الكوره لو عندك ذره ثقه في نفسك. النهارده شفنا ميس باصات ما تطلعش غير من لعيبه خايفه تغلط. فنتمنى ان المباراه الجايه ان شاء الله يلعبوا بهدوء اكتر من كده وما يخافوش. اللي حصل حصل خلاص، وما عندكش حاجه تبكي عليها. العب لعبك على الارض وباصي بالراحه، وروح عليهم بهجمات واضغط عليهم اكتر من كده هيغلطوا. تاني برضو عشان ما يقولوش الدفاع عن انت ضد الدفاع، ما عنديش اي اعتراض ان احنا ندافع كلنا تحت الكوره، بس على الاقل لما تبقى معاك الكوره لازم تعرف تعمل بيها ايه. النهارده كنا بيبقى معانا الكوره قاعدين بيرجعوها لورا ومفيش اي مساحات مفتوحه. النهارده مفيش غير تاو اللي كان بيحاول النهارده على الجناح اليمين، ورضا سليم يعني كان الراجل عقبال ما كان بيرجع من الدفاع، لان هو النهارده كان دوره دفاعي اكتر من الهجومي. عقبال ما كان بيطلع على الهجوم تاني كان صلاح محسن ضيع له مجهوده على الفاضي بباصه غريبه جدا في الدقيقه 65 زي ما قلنا. فلازم تركيز اكتر من كده، احنا ما بنلعبش فريق صغير. وده اللي قلناه وده اللي قلناه الفيديوهات اللي فاتت، ان احنا عندنا عيب في التنظيم الدفاعي وعندنا ما بنقفش صح بقالنا فتره. لازم الكلام ده، انا عارف ان مارسيل كولر قدامه وقت ضيق، بس لازم 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 يشوف حل للقصه دي. احنا داخلين اهو في سيمي فاينال وخسرانين المباراه الاولى 1-0. ماشي نتيجه حلوه وكل حاجه، بس ان انت ترجع قدام الفرقه دي وما يدخلش فيك جون كمان محتاجه مجهود جبار المباراه الجايه. ونتمنى خير ان شاء الله للنادي الاهلي. فلو عجبك الفيديو انزل اخبط اللايك واعمل لنا سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد، وان شاء الله القادم افضل للنادي الاهلي. سلام.